توصف بأنها قطعة من الجنة على الأرض، مقصد للسائحين، وواحدة من أهم الوجهات الرومانسية للراغبين في قضاء إجازات هادئة. جزر المالديف التي لا تزيد مساحتها عن 298 كيلومترا مربعا. تعالوا نتعرف عليها في حلقة جديدة من حكاية بلد. تقع جزر المالديف في قارة آسيا في المحيط الهندي جنوب غرب سريلانكا والهند، وتتألف من نحو 1190 جزيرة تتجمع في 26 جزيرة مرجانية، وتبلغ مساحتها نحو 298 كيلومترا تقريبا. تقع بالقرب من خط الاستواء، لهذا يكون جوها شديد الحرارة في أغلب شهور السنة، حتى في فصل الشتاء وأثناء هطول المطر. أفضل وقت تذهب فيه للتمتع بجو جزر المالديف في موسم الجفاف، ويكون من شهر يناير حتى شهر أبريل. هناك العديد من الأنشطة التي يمكنك القيام بها في المالديف، من بينها الغوص في أعماق البحر لمشاهدة الأسماك والمخلوقات البحرية بكل أشكالها وألوانها، الاستمتاع بالرياضات المائية مثل التزلج على الأمواج وركوب الدراجات المائية، زيارة حديقة السلطان والتمتع بالمناظر الطبيعية. توفر أغلب المنتجعات تجربة المساج التي تساعد عضلاتك على الاسترخاء والتخلص من الضغوط. تمتلئ المالديف بالمنتجعات الصحية التي توفر جلسات المساج والعلاجات التقليدية المختلفة. لكل جزيرة طابعها المميز، بإمكانك الانتقال من جزيرة إلى أخرى بالعبارات أو القوارب أو الطائرات البحرية، كما يمكنك حجز رحلة بحرية تنتقل بين عدة جزر على مدار اليوم. بإمكانك استكشاف الأعماق والاستمتاع بروعة الحياة البحرية عن طريق جولة بالغواصة. هناك العديد من المطاعم الموجودة تحت سطح البحر، توفر لك الجدران والأسقف الزجاجية إطلالة لا تنسى أثناء تناول طعامك. تمتلئ العاصمة مالي بمظاهر التاريخ والحضارة المتنوعة التي تستحق الزيارة، مثل المركز الإسلامي ومسجد الجمعة القديم وأثر تسونامي وحديقة السلطان. إذا كنت من محبي صيد الأسماك، فالمالديف هي وجهتك المثالية، حيث تعيش آلاف الأسماك تحت سطح المياه، من بينها سمك التونة والمرلين والبلكودة والدنيس والهامور وغيرها. يمكنك الصيد من الشاطئ أو الانطلاق في رحلة صيد. توفر لك بعض المنتجعات إقامة تحت سطح الماء، وهو ما يعني الاستلقاء في الليل محاطا بالأسماك والدلافين والشعاب المرجانية، تجربة لا تود تفويتها. وماذا عنك؟ ما الوجهة السياحية التي تود زيارتها؟